فطبعا اللي فوق على اليمين دول الجبابرة التايتنز، واللي تحت على الشمال دول لسه في البدايات ولكنهم يعني تشالنجرز. فالأربعة دول مهمين لتأسيس الحالة بتاعتك كبني آدم في كل حاجة، سواء في حياتك أو في البيزنس. وده منطلق جديد مهم جدا، لأن ما ينفعش أقسم الشخص نصين، أحمد في البيت وأحمد في الشركة، تامر في البيت وتامر في الشركة. مفيش حاجة اسمها كده، أنت بتضحك على نفسك. احنا كده اتكلمنا على 4 حاجات: الحالة الذهنية البوزيتيف، اتكلمنا على 2 تقريبا من الحالة الذهنية النيجاتيف. يعني هل في حاجة تانية ممكن نقولها في السياق ده تقدر تفيد الناس أو الشباب في السن لك موضوع المايند سيت؟ في مجموعة حاجات تانية ليها علاقة بالحياة الواقعية. الحياة الواقعية، الواقع يعني. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الجزء النيجاتيف والبوزيتيف او السلبي والايجابي اللي احنا تقريبا لخصناهم في 6 نقاط، هتلاقي البعض بيعترض عليهم والبعض موافق عليهم، البعض حياته وسنينه اللي فاتت ووضعه، وانا لما بقول وضعه بقصد وضعه الاجتماعي والمادي والحالة الأسرية اللي هو فيها. انت النهاردة بتتكلم مع 400-500 مليون واحد في منطقتنا العربية، لان احنا بنتكلم عربي. بتتكلم مع قرب 8 مليار بني آدم لو بتتكلم كل لغات العالم. ما فيش حد زي التاني من 8 مليار. ما فيش حد مهما بالظبط كده، مهما تشابهت الظروف. انا اتربيت في نفس البيت في نفس الحي، ودخلت نفس المدارس، واتخرجت من نفس الجامعة في نفس التخصص بتاع اخويا. هو حاجة وانا حاجة، ونتشابه في 95%. طب ال 5% دي هتعمل فيها ايه؟ فما فيش 2 زي بعض، واللي ينفع لده ما ينفعش لده، عشان نكون واقعيين. إنما خلينا أقول على الأقل حاجتين مهمين جدا لعقلية وشخصية الفاوندرز والكو فاوندرز والناس اللي بتطلع بأفكار جديدة والناس اللي بتكبر دلوقتي. الحاجة الأولانية أقول لك إيه؟ This will pass. يعني إيه؟ الفترة الصعبة اللي انت فيها دلوقتي ومنكدة عليك حياتك وعيشتك، وعندي صعوبات في البيت، وعندي صعوبات في الفلوس، وعندي صعوبات في الشغل، وكنت فاكر ان انا هعمل 1 2 3، فأمور كتيرة وقفت معايا والضربات متتالية عليا. دي فترة وهتعدي. ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن، لأن ربنا عادل طبعا، لا يمكن حياة بني آدم كلها تبقى ماشية بهذا السواد الدراماتيكي، ولا ينفع حد حياته كلها تبقى جميلة ولطيفة وكأنه قاعد في الجنة. مفيش حاجة اسمها كده. إنما أنت كرائد أعمال وفي سن صغير لازم تبقى محضر نفسك إنك هتشتغل وهتتعب وهتقابلك حاجات كتيرة جدا صعبة لسنين طويلة مش لشهور. فده اعتبره إن ربنا سبحانه وتعالى بيحضرك لحاجات تانية حلوة جاية قدام. فالفترة الصعبة دي دايما كنا نقول إيه؟ كنا نقول اليوم ده من السنة دي مش هيجي زيه تاني. صح، اليوم ده من السنة دي مش هيجي زيه تاني، هيجي يوم جديد في سنة جديدة، ويجي فيه اللي يجي بقى. فإذا الفترة الصعبة دي ما تزعلش، خدها على إنها ريهرسل، خدها على إنها ربنا بيدربك، بيمرنك، بيجهزك للي جاي. دي نمرة 1. نمرة 2، إنه بيصعب عليا الناس قوي والشباب قوي لما ينجح ثم يصبح النجاح نجاح باهر، ثم يؤثر ده على الانكم بتاعه، وانه بيكسب واشتهر وطالع في التلفزيون وبرامج وابتدى يكلم الناس في منتديات وبقى كينوت سبيكر وبقى عنده ملايين وبقى عنده عربية كذا وساكن في الحتة الفلانية. الحالة المادية، الانطلاق من 0 لمليون، من مليون ل10 من 10 ل100، الحالة دي بتعمل مشاكل رهيبة عند كثير من الشباب. كل ما اختنى ومظاهر الغنى ظهرت عليه وهو في سن أصغر، كل ما لازم ياخد باله من الحتة دي كويس جدا اللي أنا هقولها دي، ياخد باله كويس قوي، لأنها حرفيا مدمرة. وكمية ناس بالآلاف على مستوى العالم حصل لهم ده يا راجل، من أول البوكسيرز، من أول الملاكمين. ملاكم تلاقيه 2-3 كسب 100 مليون دولار، وبعد 3-4 سنين وانت ماشي في أمريكا تلاقيه بيشحت هوملس، فيش خالص ولا مليم مدد إيده للناس. الحتة دي بقى أنا بسميها إنه ضرورة عدم الانبهار بالحالة اللي انت وصلت لها.
ضروره عدم الانبهار بالحاله اللي انت وصلت لها. انا بحب توم هانكس جدا طبعا، مش كممثل بس، كبني ادم، وروبرت دينيرو مش كممثل كبني ادم، ودينزل واشنطن مش كممثل كبني ادم. الثلاثه دول لما تسمع لهم هما بيتكلموا كبشر، ده غير انهم 3 ممثلين عبقرة. طبعا. دي قصة تانية ما لناش علاقة بالسينما دلوقتي، نعمل حلقة تانية للسينما. انما هما بيتكلموا اتوجه لهم سؤال واحد: ايه الحاجات اللي تنصح بيها كل اللي جاي بعدك؟ ودول دلوقتي بقى في الستينات والسبعينات، دول كبار. ايه اللي تنصح بيه؟ قال لك ايه؟ قال لك calm down and move on. يعني ايه؟ انا ما كنتش مشهور، بقيت مشهور. انا ما كانش معايا فلوس كتير، بقى معايا فلوس كتير قوي. calm down and move on. خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. ما تغيرش الموبايل غير لما الموبايل اللي معاك فعلا يكون محتاج انه يتغير. ما تغيرش العربيه غير لما تكون العربيه محتاجه انها تتغير. ما تروحش تصرف فلوس عشان تلفت النظر او عشان تعوض حاجه كنت محروم منها. اثبت. الثبات مهم جدا عشان تحافظ على المومنتوم او الزخم اللي انت حققته. انما حجري ورا المظاهر والبهرجه وانسحب لده وانسحب لده، دايما بتبقى النتيجه واحده عند الكل. بينسحب فتركيزه يقل، فيبتدي يهمل في الشغل بتاعه ويهمل في الشركه بتاعته، لان بقى بيعمل حاجات تانية. فالبيزنس بعد فتره باي باي. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا، وشايف ان الحاجتين دول لازم الانسان يدرب نفسه عليهم من البدايه. بيقول لك ايه؟ You have to visualize your success. انت لازم تشوف نجاحك. يعني ايه؟ الناس اللي بتخش تلعب كيك بوكسنج لو ما تخيلش هو هيضرب المنافس ازاي، مش عارف يعملها. دي حقيقة. يعني طب واضح كنت تلعب بوكسنج او حاجه؟ انا اديت امثله كتير بالبوكسنج. كنت بحاول ارجع دلوقتي كمان. دي حقيقة. لا كريستيانو رونالدو معروف جدا طبعا، ولما يخلص كورة هيتكتب عنه حاجات تانية كتيرة. كان اعتقد في مقابلة بسيطة مع الولد، مش فاكر اسمه بقى، الكيك بوكسر ده مش فاكر اسمه، بس هو يعني رهيب. والولد ده انطلق من زيرو حرفيا، ما كانش معاه ولا جنيه استرليني. اعتقد هو ايرلندي او اسكتلندي حاجة كده. وطبعا دلوقتي بقى قصة تانية، مئات الملايين وشهرة وخلافه. فكان بيقول له انت وانت في الارينا، وانت جوه في الرينج، ايه اللي بيحصل؟ قال له قبل ما ابتدي الحكاية انا بفيجوالايز انا ممكن اعمل ايه، ممكن ايه السيناريوهات، وهتصرف في كل سيناريو ازاي. خرج من الرينج كسب 50 60 70 مليون دولار. هيستثمرهم في ايه؟ بيقعد يفيجوالايز استثماراته. بالظبط كده. فكره الايماجينيشن دي مهمه جدا. فانا دلوقتي لما اجي ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ويفتح عليا وخلاص بقت الامور واضحه جدا، ان انا حسابي في البنك بقى بينطلق بسرعه صاروخيه، وفكرتي بقت بملايين الملايين. هنا لازم تقعد مع نفسك تفكر وتستعين بالله سبحانه وتعالى عشان يحصل لك الثبات المطلوب. ده مهم جدا. بس فدي من الحاجات المهمه. دي حاجه كده بيعملوها بعض الشباب، يعني هم بعض الناس عموما، بس الشباب يعني مع الاستعجال برضو بيقارن نفسه باللي حواليه. يعني هو مش بيبص على نفسه، يبص على حواليه، فده ممكن يعمل له بريشر شويه، ممكن يخليه يستعجل اكتر. ازاي نظبط الحته دي عند الشباب والولاد يعني؟ طيب انا شايف ان احنا عندنا مشكله اجتماعيه ضخمه جدا، وهي فكره التنافس من اجل التنافس، المقارنه بالبيت. شوف ابن عمك، شوف اخوك، بالظبط. حط الناس تحت بريشر، فهو دايما بيكون نفسه. وانا قلتها في كلمه من كلماتي لما كنا بنخرج الشباب بتوع الاي من كام يوم، انه ابن خالتك جاب 97 وانت جايب 96.5. طب يا ستي ما الاثنين هيخشوا طب، انت زعلانه ايه المشكله؟ احنا عندنا مشاكل اجتماعيه كثيره جدا يجب ان تحل وتتحل بسرعه، واللي في ايديهم الحل هو الاب والام، الناس اللي بتربي. ليه؟ الطبيعي ان انا اخلق جو المنافسه ما بين ابني ونفسه، بنتي ونفسها. انا احسن من نفسي عشان نفسي،
اجود من نفسي عشان نفسي، مش عشان ابقى احسن من فلان، لانك مش هتعرف تبقى احسن من فلان، لان بالمناسبه مفيش حد احسن من حد. الحته دي مهمه جدا، دي فلسفه في الحياه. ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش كل حاجه لواحد بس، ولو اداله ده هيبقى الفتره زمنيه معينه. عمرنا ما شفنا حد مشهور غني صحته عظيمه ولاده كلهم ممتازين زوجته رائعه من أسرة مش عارف ايه، مفيش حاجة اسمها كده. ولو ده وجد بيوجد لفترة زمنية معينة، مفيش حاجة دايما. فالفكرة بتاعت التنافس يجب أن تنشأ من الذات وترد إلى الذات. أنا أطور في نفسي وحسنها وسابقها ونفسها هي، عشان أبقى تامر وأحمد السنة الجاية أحسن من تامر وأحمد السنة دي. مفهوم ده حلو قوي تامر، لأنه بصراحة ده بيخلي أنا بسميه بريشر هيلثي. أنا بنافس نفسي أنا، لكن لما بحط نفسي مع الآخرين، أولا أنا مش نفس اللي جنب مني، يعني أكيد تامر وأحمد حتى لو هم نفس الكلية بنفس الخلفية بنفس الشركة بنفس البوزيشن بنفس حتى الحالة المالية برضه مختلفين. فأنا ليه أقارن نفسي بحد مش زيي؟ حتى بيقول لك حتى في بيزنس أبل تو أبل، فين الأبل تو أبل هنا؟ مش أبل تو أبل. صحيح. لكن لما أقارن نفسي بنفسي وحمس نفسي، أعتقد البريشر بتاعي بعينسي. وبعدين فلسفة المنافسة اللي موجودة في المجتمع دلوقتي ايه؟ الى اين ستقودك؟ هي مودياك على فين؟ هتتنافسوا في الفلوس؟ هو هيبقى عنده 100 يبقى عندك 110، هي هيبقى عندها 120، انت هيبقى عندك 100. طب وبعدين؟ ونتيجتها ايه؟ ومعناها ايه اصلا؟ معناها في الحياة ايه؟ ده الناس تتنافس في حاجة ليها علاقة بتحسين اداء. الناس تتنافس في ان انا بسهل على البشر حياتهم. الناس تتنافس في ان انا اذلل العقبات لشباب، لناس كبيرة في السن، في حاجات كتيرة جدا نتنافس فيها. فالفكرة هنا مبنية على فلسفتك في الحياة، وليها دخل كبير جدا. نرجع لأول جملة احنا قلناها، المايند سيت، الحالة العقلية والذهنية والروحانية والقلبية ليك، فبرضو ليها تأثير كبير جدا على فكرة المنافسة وفلسفة المنافسة. انت لازم تسأل نفسك انت بتنافس مين على ايه؟ دي مهمة قوي. ما تنافسي على فلوس، ما تنافسي بطريقة غير شريفة. الحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا. وفي من الحاجات الحلوة قوي اللي لازم الناس تعملها، انه انا لازم افكر ازاي اتكامل مع المنافس بتاعي لو في منطقة تكامل. يعني لو في منطقة تو انتجريت عشان الجوين فينشر ده ينجح، كويسة جدا. انما انا عايز الناس تغير فلسفة التنافس بتاعها من الحاجات الشالو السطحية الى الحاجات الحقيقية اللي ممكن تخلق نوع من انواع النمو والفرص والازدهار. لان احنا في مرحلة الغرب بيزداد تقدم، واحنا ستيل منطقتنا كلها مهما كان فيها بعض الدول اللي عندها قدرة انها تزيد وتنمو، انما انا بتكلم على الشرق بشكل عام. المنطقة العربية هنا محتاجة شغل كتير قوي، والحل الوحيد بما انها منطقة شابة، أمة شابة، فيبقى لازم الشباب هم اللي يتغيروا ويتحسنوا عشان 20-30 سنة الجاية دي يحصل فيها التغير اللي نفسنا فيه. والله يا كامل، يعني بصراحة بشكرك. النهاردة اتكلمت حاجات كتيرة جدا جدا، من أول إيه هو المايند سيت والأربع حاجات اللي بتكون المايند سيت، والحاجتين النيجاتيف والحاجة البوزيتيف والحالة العقلية أو الحالة الواقعية. كله كلام جميل جدا جدا، بشكرك عليه النهاردة. وفي كل حلقة دايما كده بيبقى عندنا أسئلة ثابتة بنحب نسألها للضيف عندنا ونبتدي فيها. تمام؟ اتفضل، يلا بينا. في حياتنا بيحصل موقف بتخليه يعمل شيفت، بيعمل حاجة اسمها تغيير 180 درجة. واكيد التغيير 180 درجة ده حاصل نتيجة انه يحصل تغيير في المايند سيت، يخليك كده لما تمشي كده تمشي جدا. قول لي كده على مثال او امثلة في حياتك فعلا اتغيرت فيها 180 درجة نتيجة تغيير. بالتأكيد في حاجات كتيرة، وفي 4-5 حاجات رئيسية خلتنا تامر اللي انا عليه دلوقتي، بس انا هقول منهم حاجتين كفاية. الحاجة الأولانية حصلت في سن صغير، كنت في تانية ثانوي، ولي صديق وجار في نفس الوقت كان مقرب مني جدا، كان هو في تالتة وانا في تانية،
وطبعا وقتنا كانت ثالثه ثانوي دي سنه مقدسه، دراسه دراسه دراسه، ولازم انت عارف بقى انا بسمي دي عقده، دي عقد من وجهه نظري، دي عقد يعني ما قدمتش حاجه لبلدنا خالص. المهم انه في حاجه حصلت لازم ابلغه بيها، وحاجه مهمه وحاجه ليه لمصلحته، وحد الظاهر جاب له كتاب فجالي انا الاول، حاجه كده كان في البيت اللي جنبنا، العماره اللي جنبنا. فنزلت ورحت، فتحت لي طبعا والدته، فقلت لها انا عايزه، مش هينفع اقول اسمه. فقالت لي حاضر. احنا متربيين سوا بقالنا 16 17 سنه سوا، وكوره سوا، وبنقف في الشارع سوا، بنعمل كل حاجه سوا. ففضلت واقف على الباب، بما اني راجل وقتها طيب ومهذب ومتربي، ففضل باب الشقه عندهم مفتوح لمده 10 دقائق وهو ما طلعش. فاستغربت، وبعدين ما فيش حد قصادي اكلمه، لانه واضح ان والدته دخلت قالت له، ودخلت مكان تاني مش عارفه تطلع لي، فمش عارفه تطلع لي والباب مفتوح وانا واقف بقالي 10 دقائق. وفي نفس الوقت الموقف كان غير مفهوم بالنسبه لي تماما. ففضلت واقف يمكن 5 دقائق كمان، قعدت ربع ساعه، وفي الاخر نزلت، في حاجه غلط. تاني يوم قابلته، فبقول له ده حصل كذا 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 كذا. قال لي ايوه، ما انا كنت بذاكر، وماما قالت لي بس انت فاكر ان انا هقوم من المذاكره عشان خاطرك؟ خلاص. دي بالنسبه لي خدت منها دروس كثيره جدا. الدرس الاول، السايكل المقربه منك لازم تبقى الوالد، الوالده، الاخ، الاخت، بس الصديق جاي لك بقى في الحاجات دي. فدي السايكل الاولى. السايكل الثانيه بتاعت الاصدقاء. لا يفضل ان يكون عندك اصدقاء كتير، هم 2 أو 3، والمساله قدريه بحته. بالمناسبه قدريه بحته، ربنا سبحانه وتعالى هم اللي بيبعتهم لك. لانه عشان اقول عندي صديق بقالي 15 20 30 35 سنه طبقا لعمرك، يعني ده ليها عوامل كثيره جدا، والاستدامه في الصداقه دي موضوع. هتلاقيهم هم 1 أو 2 أو 3 اللي الشباب بيقولوا عليهم الانتيم، دول الانتيم بتوعي. الدايرة الثالثة دي دايرة الزملاء والأصدقاء الغير مقربين، والناس العادية، والناس اللي في الشغل وكذا، والجيران والحاجات دي كلها. ليه؟ لأنه أنا عشان أحكم على الناس لازم أروح أقعد على الناحية التانية من الترابيزة وأفكر بتفكيرهم. فهو لما قال كده أنا ابتديت أفهم هو بيفكر إزاي، وتكتشف إن التفكير ده عند كل الناس تقريبا. طب هو كان غلطان؟ لا، هو ما كانش غلطان، أنا اللي كنت طيب زيادة على ذلك. فهو الراجل عايز يقعد ويركز عشان عايز يجيب مجموع، عشان عايز يحقق طموح، فهو في حد ذاته بيعمل كده لهدف نبيل، فهو مش غلطان. إنما أنا اللي كان عندي نقطة مش فاهمها. تاني يوم طبعا لما قال لي الجملة دي ما عدتش عليا، أنا قعدت أفكر 2 3 عشان أعيد البوصلة بتاعتي، وعشان أعيد المايند سيت بتاعي للطريقة الصح، وعشان أشوف هل هو زيه زي غيره في ناس كتيرة بالشكل ده. فلازم أعمل تيست على المجتمع المحيط بيا، لازم أروح لصاحبي ده وصاحبي ده وصاحبي ده، وابتدي أخد شوية تجارب كده في سن صغير معاهم عشان أشوف الدنيا هتمشي معايا إزاي. دي مهمة قوي. ولذلك لما قلت لك إن أنا نزلت البيزنس في سن 19 ما كانش كده اعتباطا، يعني مش نازل سن 19 كده أخبط. في حاجات اتغيرت من 17 ل 19 في السنتين دول. قدام بقى مع الحياة الطويلة في العشرينات والثلاثينات والاربعينات اهي كمان، انه نمبر 1 في حياتك هي اسرتك. اسرتك دي مين؟ اسرتي هي الاب، الام، الاخوات، اللي يجي بعديهم على طول في نفس السيركل، نفس الدايرة دي، الزوجة والاولاد. خلاص انضموا لهم، بقوا معاهم، دول نمبر 1. اي حاجة ليها علاقة بنمبر 1 تيجي في الاول، تيجي في الاول. نمرة 2 الأصدقاء المقربين، هما في حياتي 3 بس. بعد كده أي حد تاني بمنتهى البساطة. فدي نقطة من النقاط اللي غيرت من تركيبة عقليتي وتفكيري في كل المحيط بتاعي. ومن بعدها بقيت أنا to lead and others should follow me.
يعني انا ما اقعدش افكر انا همشي المشوار مين معايا، لا اللي عايز يبقى معايا اهلا وسهلا، اللي مش عايزه حر، انا رايح. فاوتوماتيكلي ابتدت الشخصيه تتغير. طبعا بسن 17 18 دي انت لسه بتتكون اصلا، فايه يلا نخرج هنا، يلا نروح هنا، يلا نعمل كذا نعمل كذا، دي كلها انت being leaded احيانا، واحيانا بتبقى الفكره فكرتك، انما من بعدها لا خلاص you are a leader وبقيه الناس تفولو. اللي عايز يجي معايا اهلا وسهلا، مش عايز يجي انا رايح لوحدي. هو يعني دايما بقول في الموضوع ال 180 degree shift ديت او الشيفت اللي بيحصل 180 درجه، هو زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه، هي راجعه لكل شخص. ميبي حصل الموضوع ده لو حصل معايا ما يخلينيش اريب في 180 درجه دي، يمكن يخلينا بدأنا عادي نشوف بعض عين. مظبوط. ممكن يبقى رد فعل مختلف، فالبوصله بتاعتي اسمها في حته ثانيه. صحيح. اللي انت شفته انه صحيح. عمل لك شيفت 180 درجه بالظبط. واللي انت حاسس انت يو ار هابي وسعيد في حياتك وعمل لك نجاحات. فده اللي احنا عايزينه، انه في الاول وفي الاخر كل واحد البوصله بتاعته مختلفه. اللي حصل ده خلاني ابقى ناجح اصلا، غير في المايند سيت بتاعتي. وهنا تعليق اخير في النقطه دي، انه الشباب ما ينفعش يبقوا طيبين. الشباب الصغير اللي طالع ده ما ينفعش يبقى طيب، يعني لازم يدور ازاي يكتسب اكبر قدر ممكن من الخبره في الحياه، في الشارع، في الشغل، في اسرع وقت ممكن، لان الزمن ده والزمن اللي جاي مش هينفع فيه تبقى طيب. يعني ايه طيب؟ يعني ما ينفعش تبقى خبرتك قليله. بالظبط، ده اللي اقصده بكلمه طيب. دي عكسها دايما عندنا الشرير. لا مش ده المقصود، انما ابقى فاهم، ابقى عارف. اقعدوا كده بالظبط كده، لانه دخل في معتركات حياتيه كتيره ودي ليها قصص كتير. الحاجه التانية اللي اثرت فيا كانت ان انا التقيت من تقريبا 10 سنين بواحد من رجال الاعمال المعروفين، بوزيشن كبير جدا في احد البنوك على مستوى العالم. طبعا ما شاء الله ثروه كبيره جدا جدا، لدرجه ان عنده ناس اسمهم الويلث مانجمنت بيبل، يعني عنده ناس في البنوك بيديروا الثروه بتاعته. عنده بيت في الدوله الفلانيه وبيت في الدولة، حاجه كبيره قوي يعني. ابتدينا نعمل فكره وبزنس مع بعض لمده تقريبا سنه. خلال السنه دي تكتشف الشخصيه، الفلوس اللي جابها ماليش دعوه بيها، والمستوى اللي وصل له انا ماليش دعوه بيه، ده تاريخه هو، فانا ماليش علاقه ولا ليا احكم عليه هو عمله ازاي. انا ليا احكم على التجربه اللي هي سنه. شخصيه اذا كنت مديها قدر في اليوم الاول 100%، فهي بعد سنه خدت 3%. نزول كاسح. بعد سنه من الشغل تكتشف بقى انه مقلق في الكونكشنز بتاعته، العلاقات، مقلق الفلوس دي بتيجي منين وتتنمى ازاي، مقلق في شخصيته انه بقالنا سنه بنتكلم، الخطوات اللي خدناها قليله، الوعود اللي بتتوعدها من حد شايف ان الفكره بتاعتك حلوه عشان يكبرها معاك ما اتحققتش، بتروح لناس تقعد معاهم مفيش بروجرس او تقدم بيحصل. بعد سنه ومع مرور الوقت بتكتشف طبيعه الشخصيه، حالة الطمع الموجودة، حالة الاستبداد الموجودة، حالة انه في الاخر الفكرة دي حلوة بس اخدها اعملها انا، واللي جايبها يبقى موظف عندي او يبقى حجمه صغير، اصلا انا مش محتاج حد. الشخصيات دي بالظبط كده. وبطبيعة الحال هي في البداية مبهرة جدا، مبهرة جدا. ليه؟ لانه واحد اكبر منك في السن بتاع 10-12 سنة ابتدى قبلك، حقق نجاحات، فطبعا العربية والشكل واللبس والعلاقات والفلوس مبهرة لأي حد صغير في السن. عشان كده في حلقتنا النهاردة قلت ان الشباب اللي لازم ما يحصلهمش اي انبهار بالموضوع. يجي لك ان شاء الله واحد مكسر الدنيا، الشخص اللي مكسر الدنيا ده مهم جدا انك تعامله زيه زي اي حد عادي جدا. حضرتك دلوقتي مهتم انك تستثمر في الفكرة بتاعتي، تعال نقعد. انا بقى مش مهم عندي تاريخك العظيم السابق، ولا مهم عندي 3 مليار اللي عندك خالص. انت واحد زي اي واحد قابلته النهاردة في الشارع. فالشخصيات اللي زي كده، قابلت شخصية شايفها انها مبهرة، لا تنبهر، عامله زي اي واحد قابلته في الشارع النهاردة الصبح، وابتدي اتكلم معاه بزنس بحت. ودي ممكن نخصص لها حلقة، يعني فكرة الديو ديليجنس نفسها من الناحية القانونية، ومن ناحية الانفستمنت او الاستثمار، من ناحية الريسورسز. حضرتك هتقدم لي ايه؟ انا ماليش دعوة انت
واصل لفين، انا ليا دعوه، انت هتعمل معايا ايه. بالظبط كده. فعدم الاستعجال وعدم الانبهار مهمين جدا. فدول النقطتين اللي انا شايف ان الشباب ممكن يستفيدوا بيهم. فكره انه الناس بتفكر وبتتعامل معاك ازاي، وازاي ان السيركل بتاعتك او الحلقه بتاعتك تبقى صغيره قوي على قد ما تقدر. اعرف 100,000 بني ادم، بس مين المقربين منك؟ 3 4. دي مهم. نمرة 2 عدم الانبهار، لان الانبهار هيكلفك ايه؟ انك تضيع وقتك وبعد كده ترجع تندم على الوقت والعمر اللي ضاع. والله النقطتين حلوين جدا جدا، واعتقد الشباب يعني اكيد هيستفيدوا منهم. وزي ما قلنا خد اللي تاخده وسيبه على حسب الحاله بتاعتك ووضعك وكل حاجه يعني. بالظبط كده. طيب في عندنا فقره ثانيه كده بتبقى اسئله سريعه واجوبه سريعه. طيب اول سؤال، انا عارف انت ما شاء الله عليك انت قارئ جيد يعني، قرات كتب كتيره جدا جدا جدا. لو في كتاب انت عايز تقول والله الكتاب ده اثر فيا وانصح متابعينا، تختار كتاب ايه؟ هختار كتابين. الكتاب الاول The Hard Thing About Hard Things، كتاب اسمه كده The Hard Thing About the Hard Things. تفاصيل كتيرة قوي تحيط بهذا الكتاب، بس الشباب يدوروا عليه ويجيبوه ويقروه. ده محتاج حلقة لوحده حقيقة. طب قول لي باختصار السي او بشكل عملي ايه اللي شافه على مدار سنوات طويلة جدا، وحل المشاكل اللي شافها ازاي كسي او. مين بقى السي او ده؟ دي مفاجأة تانية ممكن نبقى نعملها للناس، واللي نقدر نديه هنت دلوقتي انه أسس شركة اتكلفت تقريبا 100 مليون دولار، باعها بعد 3 سنين بمليار و250 مليون، 12 ضعف تقريبا في 3 سنين بس. فبيسرد تاريخ من 10-12 سنة، حالات وحلولها، وميزتها انها حالات ليها علاقة بالبشر وكيفية ادارتهم في الشركات اللي فجأة تلاقيها بمليارات دي. فالكتاب من اهم الكتب. الكتاب الثاني ليه بعد ذاتي جدا وشخصي جدا، وهو كتاب البحث عن الذات لمحمد أنور السادات، لأنه خطير. الكتاب خطير من نواحي كثيرة جدا، منها نواحي نفسية، منها نواحي ليها علاقة بطريقة تفكيرك، حاجات ليها علاقة بالبلد، حاجات ليها علاقة بالشخص ده، لأن أنا بحب الشخص ده جدا أصلا كشخص يعني. بس فدول كتابين، في كتب كتير جدا ممكن نتكلم فيها مع الشباب، انما الكتابين دول كافيين. واحد خاص بالبيزنس والانتربرونر شيب والتاني ليه علاقه، واحد مهم جدا في تاريخ مصر كان بيفكر في نفسه ازاي. انور السادات بيتكلم على علاقته بالارض في بلده، والسقيه والبشر والمزارعين، وازاي الصحيان بدري مهم، وازاي النوم فوق الفرن البلدي مهم. اللي هيقرا الكتاب وهو فاهم فلسفه انور السادات في كتابته هيتعلم حاجات كتيره جدا لحياته. واللي هيقرا The Hard Thing About Hard Things هيفهم حاجات كتيره جدا في كيفيه اداره الشركه. كمان الكتاب بتاع البحث عن الذات برضو يعني هو بيتكلم على المايند سيت وازاي حصل لها شيفت 180 درجه، وحصل الشيفت ده امتى؟ وهو في الزنزانه بالظبط. يعني الزنزانه دي هي بالظبط كان رقمها حاجه و50 مظبوط 50 او حاجه زي كده، هي الزنزانه دي اللي عملت له ال 180 درجه بالظبط كده. بالظبط كده. لو احنا انتقلنا الى كودز، كود انت قريتها اعتنقت فكرها اثرت فيك، تفك شكلك. الكود ده معايا بقاله اكتر من 10 سنين، موجود على الفيسبوك عندي اعتقد، والاهم انه موجود على الواتساب بتاعي. دول اكتر حاجتين. يعني الفيسبوك انا بستخدمه لحاجات علمية بحتة بالمناسبة، ومشترك في صفحات كتيرة عشان اقرأ الاخبار والحاجات العلمية والحاجات التكنولوجية، والواتساب لان اغلبية الناس اللي يعرفوني على الواتساب. الكود بيقول الآتي: Good day I'm good, bad day I'm good. انت بالحالتين حامد مشاكل ربنا سبحانه. بالظبط كده. مهم جدا بالنسبة لي، ولقيت فيه سلام نفسي وثبات انفعالي وعلاقة جيدة بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ هي الدنيا كده، يوم كده ويوم كده، يوم فوق ويوم تحت، يوم معاك يوم ما معاكش. محدش فينا. انا بتضايق من حاجتين. الحاجه الاولانيه الناس اللي بتتكبر وتتعالى، دي حاجه سيئه جدا وهم مش عارفين
يعني انعكاسها ايه سواء في الدنيا او في الاخره. دي نمره واحد. نمره اتنين، الناس اللي دايما تقول لك انا ابتديت من الصفر. مفيش حد ابتدى من الصفر. اي حد بيقول لي انا ابتديت من الصفر على طول بقوم امشي، لان مفيش حاجه اسمها ابتديت من الصفر. ليه؟ ابتديت من الصفر دي معناها ان حرفيا حضرتك كان عندك فكره ومعرفتش تجيب لها بجنيه تمويل. ما انا بتكلم ابتديت من الصفر ايه؟ كستارت اب، كانتربرونور. ابتديت من الصفر دي انا عندي فكره وما معيش جنيه امول بيه الفكره، ومفيش حد كده بالمناسبه. لا، انت حضرتك عندك فكره فجبت من فلوسك، فيبقى معاش صفر بقى، بادئ من 10,000 جنيه، بادئ من 100,000. الصفر دي اقول ان فكرتي نشأت من الصفر، الاحتياج ده نشأ من الصفر. انما انا ابتديت بيزنس ب 200 مليون 300 مليون جنيه من الصفر، ليه ان شاء الله؟ انت فاكرنا مين يعني؟ فكر احنا ازاي يعني؟ مفيش حاجه اسمها كده. فدي برضو من الحاجات المهمه جدا. good day I'm good, bad day I'm good. stay calm، خليك هادي، خليك ثابت، move on. اليوم الوحش هيعدي ويوم الحلو كمان هيعدي، فانا في الحالتين انا كويس وربنا سبحانه وتعالى ميسرها وساترها كده. حلو قوي. جود كوت والله ومريشة. يعني فعلا الناس اللي بتدري فند يعني الكود ديت يعني بس تحب تعرف جه منين؟ يا ريت. الكود ده قالوا احد الشخصيات المهمه في فيلم من اهم الافلام اللي كل الناس لازم تتفرج عليها. اعتقد الفيلم اسمه ماني نيفر سليبس. ماني نيفر سليبس ده الجزء الثاني من فيلم طلع في الثمانينات لمايكل دوغلاس، حقق نجاح رهيب، وكان بيلعب فيه دور واحد من البروكرز بتوع البورصة الأمريكية، واتسجن بسبب بعض التلاعب، ومحدش يعرف انه لما اتسجن كان مخبي 300 مليون دولار في حسابات في بعض الدول الأوروبية وكتبها باسم بنته. الجزء الثاني بيتكلم على الولد المتجوز بنته وهو الآخر البروكر في البورصة، ودخل إحدى شركات المضاربة في البورصة عن طريق في سن صغير جدا، عن طريق الأونر بتاع الشركة دي، والأونر ده أصبح الجاد فاذر بتاعه وأصبح مقرب منه جدا. في يوم من الأيام الأونر ده ما راحش الشغل، فالولد راح له لأن الولد بيحبه جدا والراجل ده بيحبه جدا وقريب زي ابنه رغم إنه موظف عنده في الشركة. دور عليه في البيت مش موجود في البيت، فقال لك بس يبقى بيفسح الكلب بتاعه. راح على الجاردن، الحديقة أو المكان البارك اللي لقاه فعلا بيفسح الكلب بتاعه. قال له ايه القصة، ايه حكايتك، مالك؟ قال له ما ماليش. good day I am good, bad day I'm good. ليه؟ لأنه 45 سنة في البورصة في نفس اليوم بيحقق نجاح وفشل، ويوم حلو بيكسب فيه 100 مليون واليوم التاني بيخسر فيه 200 مليون. فده أحسن واحد حياته بتقول له إن خليك زي ما أنت، ما تتغيرش في يوم حلو واليوم وحش. طبعا داون بس يعني لو ما اعتنقش الكود بيه لو انت بالظبط كده، بالظبط كده. يعني وارن بافيت مثلا زي ما اكتر مثال مثلا خسر حياته كلها، خسر فلوس كلها وريكفر تاني بقى اغنى رماية. بالظبط. ريزيلينس دي حاجه مهمه قوي. ريزيلينس تقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم. اوعى انا في اخر لقاء ليا بالشباب السبع مشاريع اللي ما كسبوش وحتى الثلاثه اللي كسبوا كلهم بيقولوا سلموا عليا وقعدوا معايا، قلت لهم افكاركم كلها ممتازه، اوعى توقع حلمك، كمل، حسنه، دور على حد يفند، اتحرك. كلها افكار ممتازه. وده اداني حماس ان انا اجي النهارده، لانه الشباب المصري شباب واعد، والبلد دي بلد ولاده وهتفضل ولاده لحد اخر يوم في الحياه، ولازم الشباب يحارب. احنا بنطلع النهارده 1%، عايزين نطلع 5% كمان كام سنه، عايزين نطلع 10% بعد كام سنه، لخلق نهضه حقيقيه في البلد. فمن الحاجات المهمه جدا يعني للشباب الصغير فكره الاستمراريه والتطور اللي قلنا عليها دي مهمه قوي، ودي ليها علاقه بالعقل. ده ياخدنا بقى للنقطتين المهمين اللي اي بني ادم ربنا سبحانه وتعالى كرمه خلاه بشر زي بقيه البشر، بصرف النظر عن ثقافته، بصرف النظر عن شكله، بصرف النظر عن جنسيته، بصرف النظر عن ديانته، هو عنده حاجتين: الكرامه، وهي الكرامه البشريه الانسانيه اللي ربنا حطها في الناس. نمره 2 العقل. احنا قايلين قبل كده عقلي اذا تركته، لو ما استخدمتوش، للاسف هبقى اقل من اقل الدرجات خلقا.
وبالتالي العقل مهم جدا، الكرامة مهمة جدا. استمر، تطور عشان عقلك. كرامتك انت كإنسان المفروض عارف تحافظ عليها ازاي بمنتهى البساطة. فدول حاجتين لا يمكن الاستغناء عنهم. اي وظيفة، اي حد، اي شركة، اي بني آدم يقلل من الحاجتين دول لازم تسيبه وتمشي وتبتدي تفكر غلطك كان فين وازاي تصلح ده. حلو الموضوع ده برضه. انا لو احنا النهارده اتكلمنا في حاجات كتيره جدا جدا جدا، وفي برضه تقييم كده عندنا في البرنامج انه بنحب نلخص كله دايما بستشهد بالفيلم، يعني يقول لك اعمل ايه بس انا نعمل صح. ايوه هنعمل حضرتك في الاخر يعني. فاحنا عايزين نقول للشباب النهارده ووسط الموضوع ده 3 مستويين 10 steps 3 حاجات اكشن حاضر. اول حاجه عندك فكره ابداها وما تخططش كتير. ابدا وخطط وانت ماشي. ادي اول واحده. نمره 2 لازم تركز كويس قوي في الكوادرانت اللي قلناه: العقل، الذهن او الحاله العقليه، الحاله الذهنيه، الحاله الروحانيه، الحاله القلبيه. الاربع حاجات دول كل يوم تصحى تسمعهم لنفسك. انا وضعي ايه النهارده؟ ايه الحاله اللي انا فيها من الاربع جهات دول؟ دي مهمه جدا. نمره 3 باكج بقى. مفيش داعي للاستعجال. الاهتمام بالتفاصيل، معامله الناس معامله عاديه جدا، الجزء الخاص بالتواضع، الجزء الخاص بعلاقتك بالله، الجزء الخاص بعدم الانبهار باي شيء، لا حالتك ساعه النجاح ولا حالتك ساعه ضروب الفشل ولا حتى الانبهار بالاشخاص الاخرين. باكج كده اللي قلناها بيسمعوا الحلقه دي بالنسبه لي نقطه في حد ذاتها. حلو قوي. شكرا جدا. نصائح يعني لو كده توزن الذهب يعني. اشكر. وفي حاجه كده دايما برضو بنطلبها، ودي اخر حاجه طلبها منك، كان طولت عليك النهارده يعني. كل ده بيبقى جايب هنا معاه هو جاي، فانت جايب ايه بقى هديه معاك ليه وزارين دلوقتي؟ طيب باختصار شديد شغلي لان انا ماسك بوزيشن على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا كمان، وفي شركه مهمه جدا على مستوى العالم، بالاضافه الى اعمال كثيره وشركات اخرى سواء بالشراكه او الاستثمار او غيره او غيره. احنا عندنا نيد ضخمه للشباب المصري الصغير واللي هو لسه في الجامعه وما بعد الجامعه مباشره، فريش جراديويت، للناس اللي عندها تطلع انها تتعلم وتشتغل في 3 مجالات مهمين قوي. الاي اي ده المجال الاول، المجال الثاني مجال الداتا، ودول على فكره مختلفين، وان كانت الداتا هي الوقود بتاع الاي اي، ولكن انا اقصد ان الداتا علم لوحده، الاي اي لوحده او تخصص لوحده. ونمره 3 الجزء الخاص بالامور التدريبيه، يعني حاجه اسمها المصمم التعليمي. في شباب في المنصورة عاملين شغل هايل، احنا بنتعامل معاهم دلوقتي، يعني انا استقطب 10-15 شاب لسه في الكلية بيدرسوا تكنولوجيا تعليم في جامعة المنصورة وعاملين حاجات لطيفة جدا. فاحنا ان شاء الله يناير هنفتح الانترنشيب عندنا لكل اللي عايز يشتغل في مجال الاي اي، الداتا، ومجال التدريب بكافة تخصصاته، من اول التصميم التعليمي والاي ليرنينج والتصوير في الاستوديوهات والفيديو اديتنج والحاجات دي كلها. هناخد ان شاء الله يتقدم لنا عدد كبير، هناخد منهم عدد ان شاء الله يكون مناسب وبشكل كويس قوي، ونبتدي نعلمهم من ناحية، يتدربوا من ناحية، يشتغلوا، يتطوروا، يطلعوا مشاريع، بالاضافة الى ان احنا هننفست فيهم في مجال الارتفيشال انتليجنس اللي شغال حاجة في تول اي اي بتعملها، هيتدرب على 1 و2 و3، ويبقى دوره هو كبشر انه يحسن من اداء الاي اي فيها، مش يسيب الاي اي يعمل كل حاجه. عشان كده لازم هم نفسهم يتطوروا على مستوى الانسان. فدي حاجه هنعملها بدايه من يناير، وهتبقى باعداد كبيره جدا باذن الله ان شاء الله. نطلب منك طبعا كل ما يقدم عن طريق بناء وايد سيت مليون في المية. نعمل بقى ايميل كده خاص بناء وايد سيت بالظبط. وايد سيت ان شاء الله يبقى في الدوب رانكينج. هي هتبقى من خلال الماهر مايند سيت والبراند بتاع الماهر مايند سيت، وان شاء الله تكون كامبين مناسبه يجي لنا فيها اكبر عدد من الشباب الصغيرين عايزين الباور ده وعايزين الدم الجديد ده وعايزين الباشن والشغف اللي عندهم. انا بشكرك
جدا جدا. اولا بشكرك على الهديه بتاعتك الجميله جدا للشباب والمتابعين بتوعنا. بشكرك على وجودك معايا النهارده بحلقه جميله قوي، فعلا هتفيد كل الشباب اللي انت ذكرتهم من 18 لغايه حاجه و30 سنه. كل اللي انت قلته ده فعلا فعلا لما بقعد اتكلم مع ولادنا واصدقائنا واللي في السن ده، فعلا انت زي ما بيقولوا كده تاتش ذا بين، فعلا الناس عندها البين ده. اشكرك تاني يا تامر، ودايما تبقى ضيف عندنا عزيز في الماهر مايند سيت. شكرا جزيلا. شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من الماهر مايند سيت. يا رب تكونوا استفدتوا من الأفكار والتجارب اللي شاركناها معاكم. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد ينزل من الماهر مايند سيت. منتظر تعليقاتكم وآرائكم واقتراحاتكم لمواضيع نناقشها وضيوف تحبوا تشوفوهم معانا في الحلقات الجاية. أشوفكم على خير. الماهر مايند سيت، بوصلتك للنجاح.